كنسمعوا بلي عندنا بزاف ديال الاشكال والانواع ديال التوحد، ولكن كيفاش شنو هما هاد الاشكال؟ الوغ باش نفهموا هادشي مزيان خاصنا ولا بد نتكلموا على لو دي اس ام ولا الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات النفسيه. دونك بالنسبه لو دي اس ام بلاتي دابا غير زيري معنا ساميه. دابا واش مرض نفسي ولا ماشي نفسي؟ بالنسبه للتوحد راه ماشي مرض نفسي، والتسميه ديال هاد الدليل راه عليها بزاف المناقشات باش نحيدوا ليه هاد التسميه، حيت هو بصح توحد ماشي مرض نفسي. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا هنا بالنسبه لو دي اس ام 4 بدا من 1994 حتى ل 2013، وغادي نلاحظوا بلي كاين لو تي او دي اللي هو اضطراب النمو المتفشي، غادي يشمل لينا هاد لي دو ساندروم اللي ما غاديش نهضروا عليهم دابا، انا غنقول لكم علاش، وغادي يشمل لينا التوحد والاسبرجر واضطراب النمو المتفشي الغير محدد. كيف ما كتشوفوا معايا هنا هذا هو لو دي اس ام 5 اللي غادي يبدا لينا من 2013 حتى لدابا. الوغ شنو تبدل عليه بالنسبه لو دي اس ام 4؟ هذوك لي دو ساندروم اللي قلنا ما غاديش نهضروا عليهم دابا ما بقاوش داخلين مع لوتيزم، داكشي علاش ما غاديش نهضروا عليهم دابا. وبالنسبه للثلاثه اللي قلنا تجمعوا وغادي يعطيونا لو تي اس او ولا لو تروب دو سبيكتر دو لوتيزم ولا اضطراب طيف التوحد. وغادي تسولوني علاش داروا هادشي؟ الوغ باسكو كان فرق بين الرابع والخامس هو الوقت اللي غادي يبداو يبانوا الاعراض ديال التوحد. دونك دابا ولينا تنقولوا اي واحد بانوا فيه الاعراض وهادشي وقت ما بانوا راه فيه التوحد. الوغ لوتيزم ما فيش بزاف ديال الانواع والاشكال، ولكن راه كنلاحظوا بلي كاين دي زوتيست اللي عندهم حاله خطر من بزاف. داكشي علاش لوتيزم فيه بزاف ديال المستويات، فيه ثلاثه ديال المستويات، فيه المستوى الاول والثاني والثالث. وكيفاش غادي نحدوا المستويات هو بالدرجه ديال الاستقلاليه ديال الشخص اللي فيه التوحد. بالنسبه للمستويات عندنا ثلاثه. عندنا المستوى الاول، الوغ الطفل اللي عنده خاصو الدعم. المستوى الثاني الطفل خاصو الدعم كثر، والمستوى الثالث الطفل خاصو الدعم كثر وكثر وكثر.